السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة مطبخ مريومة. حضرت لكم تحلية الفراولة والبلوبيري، كريمية هايلة حلوة لمحبين الفراولة بالطبع والبلوبيري. إذا حبيتوا تشجعوني وتدعموني ديروا اشتراك ودقوا الجرس وبارطاجيوا لي الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي باش يشوفوه أكثر عدد من الأخوات. ومرحبا بكم في القناة. عندي هذا بول فيه الفراز غسلاته ومقطعته بهذا الشكل، وهذا راهو بلوبيري. اللي يحب يزيد مع الفراز بلوبيري ديروها، واللي يحب يدير الا الفراز وحده يدير الا الفراز وحده. عندي هذا بول متوسط تاع بلوبيري وفراز. عندي هذا السكر ورايحة نستعمل الكمية اللي نحتاجها، وهذا نشا، وهذا 250 مليلتر تاع ماء. دركا نحط هذا البول تاعي لهنايا في البلندر، ورايحة ندير له 250 مليلتر تاع ماء. رايحة نرحي هذا الفريز بلوبيري، نرحيهم وشويه هكا نرجعوا تشوفوهم. لهنايا خلطتها في البلندر وراهي مرحيه، رايحه نحطها في الكاسرول. راهو الفريز وبلوبيري كي رحيتهم في البلندر. دركا رايحه نزيد لهم السكر. أنا استعملت في الكمية الماء 250 مليلتر، استعملت فيها 8 ملاعق تاع سكر باش تعود لي حلوة مليحة في الحلاوة. اللي تحبها حلوة ياسر دير 9 ملاعق، واللي تحبها ناقصة حلاوة دير 5 ملاعق، واللي تحبها مليحة في الحلاوة ما تحبهاش شوية حامضة وما تحبهاش حلوة رايحة دير 8 ملاعق كيف درتهم انايا. دركا رايحه نحي شويه باش ندير لها النشا. رايحه ندير 3 ملاعق ونصف تاع النشا. لهنايا رايحه نشعل على الغاز نتاعي على درجه متوسطه، ونقعد نحرك في التحليه نتاعي باش ما تلصقليش من تحت حتى نشوفها خفارت. نطفي عليها على النار. لهنايا التحليه نتاعي تاع الفراوله والبلوبيري راهي اختارت. شوفوا القوام تاعها كيفاش اختار. دركا رايحه نطفي عليها النار ونحيها ونروح نبدا نصبها في الكيسان. دركا رايحه نخليها ترتاح 3 دقائق، ورايحه نزينها بالبلوبيري عندي. وعندي هذا الفرامبواز رايحه نزينها التزيين نتاعها. واللي ما عندهاش فرامبواز وبلوبيري تستعملوا الفريز، يجي ثاني كتزيين. وش تحبوا تزينوها باي فاكهه تحبوها استعملوها. لهنايا كي خدمت لها التزيين تاعها بالفرومبواز وبلوبيري، دركا رايحه ناخذها للثلاجه باش ترتاح مليح وتبرد مليح، ومن بعد نرجعوا نشوفوها في التقديم. في الاخير رايحه نهز لكم منها بالملعقه باش تشوفوها كريميه هايله تبرد على القلب. نتمنى تجربوها. خليوا لي لايك وتعليق ودقوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيوا لي الفيديو لأكثر عدد من الأخوات. ودمتم برعاية الله وحفظه. يلا سلام.